أول رمضان تأخذ لك كف من ماء الورد، هيك غرفة من إيدك، اغسل بوجهك، يعني اغسل وجهك بمي الورد. من يعمل هذا العمل دفع الله عنه الفقر والبلاء. الفقر يبتعد عنك، وجهك يصير منفتح بمي الورد إن شاء الله بكرة. بعد أخذ لك كف من مي الورد مديره على راسك، هذا يدفع عنكم مرض البرصام كما جاي في الروايات، إحدى الأمراض اللي دي تصيب رأس الإنسان. طبعا هاي أمور ما ورائية، ما أقول لك الآن أمور ممكن ما يعترف بها الطب البشري، ولكن أمور جاية في الروايات، وما خسران أنت إذا تغسل راسك بمي الورد يا الورد إن شاء الله. هذا العمل اعملوا به إن شاء الله. أول رمضان تأخذ لك كف من ماء الورد، هيك غرفة من إيدك، اغسل بوجهك، يعني اغسل وجهك بمي الورد. من يعمل هذا العمل دفع الله عنه الفقر والبلاء. الفقر يبتعد عنك، وجهك يصير منفتح بمي الورد إن شاء الله بكرة. بعد أخذ لك كف من مي الورد مديره على راسك، هذا يدفع عنكم مرض البرصام كما جاي في الروايات، إحدى الأمراض اللي دي تصيب رأس الإنسان. طبعا هاي أمور ما ورائية، ما أقول لك الآن أمور ممكن ما يعترف بها الطب البشري، ولكن أمور جاية في الروايات، وما خسران أنت إذا تغسل راسك